كل اللي جاب وراح. هو أحن علينا من كل الناس، هو أحن علينا من كل الناس. عانينا الأمرين عشان نعرف أي معلومة من أي مسؤول، وكان كل المعلومات عبارة عن تخدير، عن تسكين عشان الناس تاخد الصدمة تبقى قليلة. طبعا ولا تم أي تواصل من المسؤولين؟ لا المحافظة أو من خارج المحافظة ولا أي حاجة، حتى خدوا رقم التليفون بتاعي ومحدش تواصل معنا في أي حاجة، ولغاية دلوقتي ما احناش عارفين إيه الإجراءات أو شهادة الوفاة هتطلع، مين الجهة اللي هتطلع شهادة الوفاة أو إجراءات الحاجات دي كلها نعمل فيها إيه. ده تاني حادث بالنسبة للأسرة دي، يعني كان لي أخ هشام توفى برضك من 6-7 سنين في حادث برضك أليم، وأصبح علاء هو العائل الوحيد للأسرة دي. ده ونعم الأخ ونعمة، وفي كل حاجة بتشوفه راجل كويس ومحترم ومتدين. نتفاجأ أمه كده تتفاجأ، كان جاي يفطر معاها الصبح، كان جاي يفطر معاها الصبح الساعة 6 وما تلاقيهوش، تقعد مستنياه وفي انتظاره ومش لاقياه. أمه بتبكي بدل الدموع دم. لازم يجيبوا للناس ده حقها، مش حتة مواطن أجنبي الدنيا تقوم عليه وألف من واحد يتدخل وألف من واحد يعمل. ولادنا فين؟ مواطن واحد إيطالي يوقف بلد جمهورية مصر العربية على رجل؟ ده إيه ده؟ إحنا عاوزين العدل، عاوزين البلد عشان كلها يبقى قلبها على قلب بعض. ما ينفعش ابن وحيد لأم وولدين صغيرين يتغرب وآخرتها يتفجر. هو كان قال لي إن هو نازل عشان يقعد معايا شوية قبل امتحاناتي، عشان يقعد يذاكر معايا شوية. قال لي إن هو جاي أقدم ميعاد الطيارة عشان يجي. هاتولي بس جثته بس أنا وخلاص، مش عايزة حاجة تانية، عايزة أشوفه بس. ده مكلمني ونازل عشان يشوفني قبل امتحاناتي، يقعد معايا شوية. استنى انت ما جاش. ذنبهم ايه؟ عيلين صغيرين، لا سند ولا معاش ولا اي حاجه، هيجيبوا منين؟ والله الارهاب عمره ما يخرب بيوت، لكن ان شاء الله اللي هيقوي البيوت ان عزيمه الدوله تبقى ايدها على ايد بعضها، ان المسؤولين يتكاتفوا، انما حق العيال دي لازم يجيلهم.